السلام عليكم متابعاتي الراقيات الغاليات خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ديالي وانتم في صحه جيده ويلقاكم في احسن الاحوال. واش عمرك سولتي راسك علاش كاينين ناس كيوصلوا لاهدافهم وكيحققوا نتائج مبهره في حياتهم، وناس اخرين كيبقاو غير كيبداو وما كيكملوش، كيبداو وما كيكملوش؟ السر راه ماشي في الذكاء وماشي في الحظ وماشي حتى في الظروف، السر هو الانضباط هو انك تديري الحاجه اللي خاصك ديريها حتى لو ما كانش عندك الرغبه، وانك تبقاي مستمره خطوه بخطوه حتى توصلي للنتيجه اللي انتي بغيتي. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم تحدي ديال 30 يوم، تحدي بسيط ولكن يقدر يبدل بزاف ديال الحوايج في حياتك وفي النهار ديالك. غادي نهضروا على تنظيم الوقت وعلى تحقيق الاهداف، التخلص من التسويف وزياده الثقه في النفس. في هذا الفيديو غادي تخرجي من ديك المراه اللي مماطله ومعكازه وكسوله، وغادي ترجعي وغادي تحولي لانسانه منتجه. غادي تولي انسانه منتجه الا طبقتي واستوعبتي وكملتي معايا هذا الفيديو. الا كنتي مستعده تبدلي حياتك شويه بشويه وتبني عادات ايجابيه اللي تقدر تبقى معك سنوات في حياتك اللي غادي تنفعك، فخليك معايا حتى الاخير وخليها 30 يوم تكون بدايه جديده ليك. الا كنتي مستعده فشدي معايا الحزام وديري واحد اللايك وخلي لي واحد التعليق، والا مازال ما اشتركتيش العزيزه ديالي اشتركي وفعلي زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك اي جديد. ونبداو الفيديو على بركه الله. اول حاجه عاودي التصميم ديال الروتين ديالك اليومي. فاش كتفيقي من النعاس كيفاش كتبداي نهارك؟ واش كتشدي تليفونك ديك الساعه؟ واش كتطلع على الرسائل اللي وصلوك؟ واش كتعرفي تعرفي الاخبار اللي واقعه؟ واش كتبداي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ خاصك تعرفي ان الروتين الصباحي ماشي غير مجرد عاده وصافي، لا العزيزه ديالي، الروتين الصباحي هو اللي كيحدد النغمه والايقاع ديال النهار ديالك كامل. وإلا انتي بسلامتك كتنوضي وكتستنزفي الطاقه ديالك من اللحظه الاولى اللي فقتي فيها وكتضيعي وقتك، راه حاجه طبيعيه ان نهارك غادي يكون باهت واكيد غادي تغرقي فيه بالمماطله والتراكمات. عاودي شحني الطاقه ديالك، ماشي ضروري بالانشطه اللي كبيره. الاخوات فاش كنهضر على الطاقه فراني بعيده كل بعد على داكشي اللي كيروج على الطاقه، استغفر الله وراكم عارفين. انا كنهضر على الطاقه الجسديه والعقليه لا غير، انا بعيده كل بعد على هذوك المسائل باش نتفاهموا. لان واحد الاخت قالت لي الطاقه ما الطاقه، انا انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انا النيه ديالي من الطاقه الجسديه، الطاقه العقليه، يعني كنهضروا على القدرات، فهمتوني؟ هادشي اللي كنبغي نقصد. كيف قلت لكم الاخوات، الى في اللحظه اللي فقتي فيها وضيعتي وقتك راه حاجه طبيعيه ان نهارك غادي يكون مشتت ومرون وغادي تكوني غارقه في المماطله. عاودي شحني الطاقه ديالك، ماشي بالضروره بالانشطه اللي كبيره ولكن غير بخطوات صغيره. سميها الشاحن الداخلي اللي تقدري تكوني محتاجه ليه. تقدري تكوني محتاجه ل10 ديال الدقائق فقط، فعوض ما نفيق انا ونهز هذاك التليفون اللي غادي يروني وغادي يضيع ليا يستنزف من الطاقه ديالي ومن القدرات ديالي وغادي يضيع ليا الوقت ديالي، ناخذ 10 ديال الدقائق نتصنت فيها على راسي ونحس بالهدوء ونخلي هذاك الصمت يدور بيا بلا تليفون، نعيش واحد اللحظه ديال الهدوء بيني وبين راسي لانني محتاجه ليها. كيف قلت لك تقدري تاخذي فطورك، تقدري تقراي واحد الورد القراني ديالك، تقدري تكتبي في الدفتر ديالك او بلا دفتر. هذيك 10 دقائق غادي نجلس انا نفكر فيها ونخطط فيها اش محتاجه من النهار ديالي، ونرتب الافكار ونرتب المهام اللي عندي في اليوم ديالي، فهمتيني؟ تقدري تبداي بالرياضه،
تقدري تبداي باي حاجه، المهم هو انك تكسري وتهرسي الروتين ديالك اللي انتي دائما عليه، لان ان فاش تهرسي هذاك الروتين غادي يفتح لك الابواب ولا النوافذ جديده في العقل ديالك، لان العقل بطبيعته راه كيمل الا ما عطيتيش اشارات للتجديد، كيدخل في دائره التكرار، وفتاش تنقولوا التكرار كيساوي الملل. جربي تبدلي بلاصتك في دارك اللي كتجلسي دائما فيها، في هذيك الزاويه اللي دائما كتجلسي فيها. ثقي بيا الا بدلتي غير البلاصه اللي كتجلسي فيها في دارك وجلستي في بلاصه اخرى، او صليتي في زاويه واحده اخرى، ولا قريتي الورد ديالك القراني في زاويه واحده اخرى، او خديتي فطورك في زاويه اخرى من الدار، يعني بداي نهارك بعاده عمرك ما رستيها قبل. مثلا تجلسي وتأملي القدرات الإلهية، تأملي النعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء كله غادي يخليك تخلقي في عقلك واحد الإشارة لبداية جديدة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، خلقي لراسك واحد البيئة ديال العمل اللي محفزة. خاصك تعرفي أن أي حاجة دايرة بيك عارفي أنها كتأثر عليك، حتى التفاصيل الصغيرة اللي كتظني انتيا راه عادية راه كتأثر عليك. سولي راسك كيفاش كتبان المساحة اللي كتخدمي فيها، ولا اللي كتخدمي فيها شغالاتك، ولا اللي كتخدمي فيها أي حاجة، واش هي مزاحمة، واش فيها تراكمات، واش الإضاءة فيها باهتة، واش عندك أشياء وأمور كتشتت الانتباه ديالك، سواء روينة، كراكب، وسخ، غبرة، ارتيلة، حشرات. راه البيئة الخارجية كتأثر مباشرة على الداخل ديالك. العقل دائما كيحب النظام، كيحب انه يشوف البلاصة نقية مرتبة منظمة، تيكون داكشي الرؤية تكون واضحة. الضوء الطبيعي اللي كيدخل لدارك راه كيعزز التركيز عندك. الهواء النقي راه كيجدد الذهن، وحتى الالوان اللي كتشوفي راه كيحلوا النفس. الا كانت البلاصه اللي عايشه فيها ولا البلاصه اللي كتجلسي فيها مظلمه، فوضويه، مرونه، دائما مسدوده، ما كيدخلش عندك الهواء، راه هذا الشيء عارفه انه كيستهلك الطاقه ديالك وانت ما كتشعريش. هو دارك، خلي الضوء يدخل ليها، خلي الهواء النقي ديال دارك، نقصي من الثقل. هو دارك من الزايد والكراكب والحاجات اللي كتستخدميها، اللي كتخدمي عليها انتيا وما كتخدمكش، والحاجات اللي كتستنزف الطاقه ديالك خليه الحاجه الضروريه. هادشي راه درتو معكم في فيديوهات اخرين باش ما نطيحش في التكرار. خلي الحاجه الضروريه والاساسيه، وقربي لك اي حاجه سواء في الماعن، سواء اي حاجه كتخدمي بها يوميا، خليها تكون قريبه ليك وحدا يديك، اللي ما كتعبيش باش توصلي ليها. الا كنتي خدامه قربي لك الجهاز ديالك، الاقلام ديالك، الدفاتر ديالك. كنتي في دارك في المطبخ ديالك قربي لك الحوايج اللي كتخدمي بهم اللي اساسيين ويوميين. كل حاجه حطيها في بلاصتها باش هكا حتى العقل كيدخل في الوضعيه ديال الخدمه والوضعيه ديال التحفيز بواحد الشكل تلقائي، وتتكوني انسانه منتجه لانك موفره واحد البيئه اللي كتساعدك. فهمتوني الاخوات؟ كنتمنى تكون وصلت لكم الفكره. الحاجه الثالثه هو حفزي نفسك بنفسك. راه حتى واحد ما غادي يفهم الدوافع ديالك الداخليه، كيف كتفهمي انتي وانتي اللي عارفه اش بغيتي. ما تنتظريش التشجيع والحماس من الخارج، كوني انتي هي المصدر. كتبي لراسك رساله كل شهر، هذه واحد الحاجه زوينه. كل شهر، كل 30 يوم كتبي رساله راسك، هضري فيها، كتبي فيها داكشي كيفاش انت دوزتي هذاك الشهر، اشنو هما الانجازات اللي درتي فيه، وكيفاش كتحسي فيه، اشنو هو التغيير اللي درتي في هذاك الشهر في هذيك 30 يوم. وكل مره كتحسي بالمماطله وكتحسي بالعجز، كتبغي ترجعي لهذيك العادات القديمه اللي كنتي عليها، جبتي هذيك الرساله وقرايها. خلي هذيك الرساله هي المرآة، هي النسخه اللي كتطمحي توصلي ليها، هي اللي غادي تحفزك وتعرفي انك انتي في 30 يوم درتي بزاف ديال التغيير، ومستحيل ترجعي للعادات اللي كنتي عليها ولا العادات القديمه اللي كانت خارجه عليك. الحاجه الرابعه الاخوات، خدمي دائما بالقاعده ديال 2 دقائق. كاينه واحد القاعده سهله ولكن فعاله وكتخدم بشكل رائع. الا مثلا عندك شي مهمه في الدار اللي كتستغرق غير 2 دقائق مثلا، ما تبقيش ترددي وتاجليها،
ولا تمشي تحطيها في الدفتر ديال الملاحظات انا خاصني ندير مثلا كذا وكذا. لا، الا بانت لك واحد الحاجه، مثلا انا عندي مرايه موسخه ما غاديش تحتاج مني 2 دقائق، تقل من 2 دقائق ما غاديش تحتاجها دغيا، غادي نرش، غادي ندوز بالمنديل، غادي نمسحها دغيا. اذا هاد الحاجه تحتاج مني 2 دقائق، علاش انا غنأجلها؟ لا، شفت المرايه موسخه صافي ما غاديش تاخذ مني الوقت، دغيا غندوز عليها في الحين بدون تردد. عندي الحوايج تما مصبنين وبغاو يطويو، ما غاديش يستغرقوا مني بزاف ديال الوقت، 2 دقائق غادي نطويهم. وهكذا كتحسي بانك كتنجزي. وثاني حاجه ما كيكونوش عندك التراكمات، لانني انا الا خليت مثلا هذيك الحاجه محتاجه 2 دقائق، مرايه محتاجه 2 دقائق وخليتها واجلتها وخليت تما الحوايج، ما غادي يستغرقوا مني حتى 2 دقائق، حتى هما خليتهم وخليت حاجه اخرى غيولي عندك واحد التراكمات. ومن طبيعه الحال غادي تحسي بالعجز وغادي تحسي بالمماطله. يعني اي حاجه عندي انايا غادي تستغرق مني 2 دقائق كنديرها بلا ما كنتردد، باش هكا ما نبقاش انا هزه ليها الهم وكتسرق حتى الطاقه ديالي. راه كل مهمه كتنجزيها غادي تعطيك واحد الدفعه من الحافز وكتخفف من الشعور ديال التراكم اللي كيتقل على نفسيتك. حاجه اخرى، حاولي تخدمي في دارك 25 دقيقه بالتركيز على واحد المهمه اللي خاصها تركيز، بلا تليفون، بلا مواقع التواصل. ومن بعد هذيك المهمه ديال 25 دقيقه خدي واحد البوز، واحد الاستراحه ديال 5 ديال الدقائق، شربي فيها الماء، خدي كاس ديال اتاي، خدي واحد التنفس عميق. هاد الطريقه كتهرس المماطله. حاجه اخرى، تحدي الصمت الرقمي. يعني خدي واحد التحدي بينك وبين راسك انك فاش تكوني خدامه وكديري هذيك المهمه اللي كديري ديال 25 دقيقه، حاولي تبعدي على التليفون والمشتتات، ديري تليفونك في وضع طيران، ولا انتي ديري ليه طيران لشي غرفه اخرى، وركزي على المهام، لان التليفون هو سبب البلاوي وسبب المشاكل وسبب الروينه اللي عند كل وحده في دارها. بكل صراحه التليفون هو سبب المشاكل كامله اللي وقع للعيالات والوقت اللي ما عندهمش. المهم الاخوات، بغيتك تركزي على هذيك المهمه اللي عندك، اهميه كبيره، وهذا الشيء ضروري، لان كل اشعار كيجيك ولا كل رساله ولا كل مكالمه كتسرق لك جزء من القدرات ديالك على التركيز. اعطي راسك وخلي راسك اختي واحد المساحه. ثقي بيا، الا درتي هذا الشيء تنقول لك راه غادي دير واحد الخدمه نقيه في دارك، غادي تعجبي من راسك. انت القرارات اللي خاصك تاخذيهم انت. واش التليفون مشقوف وبتخلي انه ياثر عليك وياثر لك على حياتك وياثر لك على نفسيتك وياثر لك على مستقبلك؟ ما يمكنش الاخوات. هذا الشيء كيف قلت لك 25 دقيقه ولا ساعه، ومن بعد غادي تزيدي بالتدريج. هذا الشيء غادي يخلي حياتك تبدل وتزدهر، وهذا الشيء غادي يغير لك نهارك وغادي تزاد الانتاجيه ديالك وتغير نظرتك لراسك. ثقي بيا، انت ما محتاجاش العصا السحريه ولا المعجزات، انت محتاجه فقط انك تنضبطي، انت محتاجه فقط انك تبداي تحيدي عليك العادات السلبيه اللي خارجه عليك وتبداي بعادات اخرى اللي تقاومي فيها راسك وتحدي فيها نفسك لمده ديال 30 يوم. ثقي بيا، المده ديال 30 يوم غادي صافي غادي تشدي هذيك العاده وغادي تمشي عليها وغادي تلقاي دارك في ابها حله، وغادي تلقاي راسك انك تطورتي وغادي تلقاي راسك انك زدتي براسك لقدام. فقط تكوني صادقه مع راسك وداكشي اللي بغيتي نتيا. ما تخليش المشقوف يسير لك حياتك، ما تخليش النهار يبقى هو اللي جارك ومرمدك. انت اللي خاصك تكوني مسيطره على راسك ومسيطره على الوضع ومسيطره على دارك ومسيطره على الوقت حتى هو، وما تكونيش تابعه للنهار ديالك. خلي نهارك هو اللي يتبعك، والانضباط ديالك هو اللي غادي يصنع المعجزات في الحياة ديالك وفي نفسك والتغيير اللي غادي توصلي ليه ان شاء الله. خليني نقول لك واحد الحاجه، راه ماشي ضروري تكوني كامله من نهارك ويكون مثالي، وماشي ضروري تنجحي في كل يوم بنسبه 100%، ولكن الضروري هو انك ما توقفيش. الانضباط ما كيبانش في نهار واحد ولا جوج، لا العزيزه ديالي، هو كيتبنى خطوه بخطوه وقرار بقرار حتى كيولي اسلوب حياه. الا كملتي هذا التحدي ديال 30 يوم غادي تكتشفي ان التغيير الحقيقي ما كيبداش بنتائج كبيره،
ولكن كيبدا بعادات صغيره اللي كتكرريها نتيا كل نهار. كتبي لي في التعليقات انا مستعده للتحدي ديال 30 يوم باش نشجعوا بعضياتنا ونبقاو ملتزمين حتى النهايه. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، وشاركوا الفيديو مع شي حد محتاج التحفيز، واشتركوا في القناه ان شاء الله الا مازال ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك اي جديد. خواتاتي كنتمنى لكم كاملين التوفيق، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كانت معكم اختكم حياة الحكيمي من قناتي على اليوتيوب.